في كتب كتاب أحد أصدقائي الشيخ قال معنى لطيف جدا ألهمني الحلقة الجديدة، وهو إن الزواج دليل على وحدانية الله، وعدم الزواج هو نقص فينا وعيب، أما لله فهو كمال. ولو ما كنتش عايز تتجوز عشان خايف تطلق أو تتخلع، فلازم تدور على حلول للموضوع دوت. ما تيجي أقولك إيه حلول الطلاق؟ يلا بينا يلا بينا. 1. الاختيار. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. الاختيار بيكون من الزوج أو من والد الزوجة، والاختيار له معيار واحد: الدين والأخلاق، وإلا فهنتدخل في فتن كتير مش هنقدر نخرج منها. 2. التناسب، وفي رواية أخرى الباءة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والباءة هي القدرة، لا أقول القدرة المادية فقط، بل المادية والاجتماعية وحتى النفسية. والأصل التناسب، فإن لم يحدث فالتوافق. 3. التوافق. سامعك بتقولي مش التوافق هو التناسب؟ لا يا صديقي، التوافق إن نلاقي نقطة مشتركة، حلقة تربطنا، أرض صلبة لما نكون مختلفين، نعرف إزاي نلاقي بعض لما نكون متضايقين، ما نسيبش بعض ونمشي لمجرد إن إحنا مش قادرين، نعرف إن في مسؤولية لازم نكون قدها. 4. الشركة ليها عقد، والعقد مكون من 4 أحرف: ميم ر سين ميم. مرسم يعني فن، ميم مودة، ر رحمة، سين سكن، ميم ملابس. والصوفة يقولون: ملابس الذل في هواكم. وأحد أساتذتي يقول: لا كرامة بين متزوجين. 5. الرضا. الجواز رزق ونصيب، وفي رواية قضاء وقدر، فإذا ما كانش الطرف الآخر على المستوى الذي ترجوه فكن أنت. 6. الدعاء. الجنة مش بعيدة، بس لو حبيت تغير قضاءك وقدرك اللي مكتوب لك فادعي، بس ادعي صح. ما تقولش ايه انا عايز فلان او عايزة فلانة واللي هو خير ليا. انت ما تعرفش الخير فين، الخير بيد ربنا بس اللي يعرفه. علشان كده ادعي، قول انا عايز حد كويس، حد اشعر معاه بالامن والامان، مش الكراهية والخذلان، حد يحترمنا ويقدرنا، مش يكسر لنا ويقدرنا. 7. التوفيق. انسى الحسد والسحر والضغوط الذهنية والنفسية والعقلية والعصبية وحتى المادية اللي بيحطها الأهل قبل الجواز، سواء للي متجوز أو للي لسه بيدور. وافتكروا دايما إن أهم دعوتين ممكن ندعيهم في الموضوع دوت: وما توفيقي إلا بالله. والدعوة التانية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بيقولوا إن حسنة الدنيا الزوجة الصالحة. ليه الزوجة مش الزوج؟ لأنها أساس البيت. حتى لو كانوا الاتنين بيشتغلوا، الاتنين بيخرجوا يجيبوا ويكسبوا، الاتنين لازم يشتغلوا جوه البيت برضه، الاتنين عليهم مسؤوليات مشتركة، لأنهم هيتجوزوا على الأقل 50 سنة، فلازم يكونوا متوافقين، يكونوا اتنين زوجين، ما تكونش مجرد مراته، أو يكون مجرد راجل عدى ولازم يستنى عشان خاطر العيال والمصاريف و أخيرا أتمنى نكون استمتعنا وتعلمنا سوا. ما تنساش تعمل لايك وشير. كنتم مع مصطفى حسين.